الفقرات ومواقع التواصل الاجتماعي من الدول العربية. من السودان نذهب إلى السعودية، حيث أثارت تغريدة للداعي والإمام الأسبق للمسجد الحرام عادل الكلباني أثارت تغريدة له جدلا بين المدونين على منصات التواصل الاجتماعي. تأتي تغريدة الكلباني بعد سؤال من أحد المدونين عبر البث المباشر لصلاة التراويح للكلباني، حيث تساءل حساب الشاعر القطري هلال مهندي يقول: ها بشر، صمت ولا فاطر ولا لعبت بلوت؟ رد عليه الكلباني بقوله: قاعد أقرأ قصيدة علم قطر. إذن انتقادات واسعة بين المدونين حول تغريدة الكلباني، حيث كتبت المدونة القطرية مريم الثاني تقول: بالله عليكم هذا يسمى شيخ دين، قولوا شيخ كباب يمكن تصدقها، لكن شيخ دين وفتاويه كلها على مزاج المعازيب، وهذا مستواه في النقاش والحوار. يا كلباني خلك في لعب البلوت وفي فتاوي النفاق اللي تناسب جو معازيبك يا سيد علماء السلطان. دونت غيم بن محمد تقول: كنا نحاول نعذرك، لكن بعد هالتغريدة نقول الله يهديك. علق المدون القطري سعيد الكواري ساخرا: حاول تقرأ قصيدة إيفانكا. كتبت صاحبة الحساب التالي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل، لسبب واحد وليس لتفاهتك، سنوات ونحن نسمع لكم ونعتبركم أسوة حسنة، نستمع غير لشيوخ الدين، نرى سلوك في جانب آخر. في حين كتب محمد يقول: حري بك أن تتلو القرآن لا أن تقرأ قصيدة علم قطر، يا حسرة والله إنها لفتن كقطع الليل المظلم. وكتب المدون القطري أحمد القبري يقول: قاعد تقرأ علم قطر مع التصفيق أم الرقص؟ حسب فتواك فإن المرء مطالب أن يفعل ما يتقنه. أخيرا غرد صاحب الحساب التالي قائلا: عادل الكلباني يبي يقلد عايض القرني، واضح أنه خاف يبي يبعد عنها الشكوك. نبقى مع الجدل الذي أثاره الداعية السعودي عائض القرني عقب ما أسماه اعتذارا عن مواقفه الفكرية السابقة، واعتبارها بأن الصحوة الإسلامية صاحبها تشدد وتضييق، وأكد بأنه مع الإسلام المنفتح المعتدل الذي نادى به محمد بن سلمان. وقد نشر المؤرخ الإسلامي الكويتي عبد العزيز العويد مقطعا يرد فيه على ما جاء في تصريحات القرني، كما سنتابع. عرف أبو معمر القطيعي رحمه الله بشدة التزامه بالسنة، حتى إنه كان يقول: لو تكلمت بغلتي لقالت أنا سنية. ولما جرى ما جرى على الأمة من محنة القول بخلق القرآن، وأدخل على الخليفة وعاين السجن والقتل، قال له الخليفة: ما تقول في القول بخلق القرآن؟ فقال: القرآن مخلوق. كفر بما كان يعتقده، فلما خرج وسئل عن مقالته قال: كفرنا وخرجنا. قد يتصدر في العلم والدعوة رجال ينفع الله بهم، لكنهم إذا تعرضوا لبلاء في مال أو شهرة أو خوف من سجن أو قتل سقطوا في أول محنة. يذكر عن إبراهيم بن علي رحمه الله تعالى أنه طلب منه من المبارك رحمه الله ألا يلي القضاء لهارون الرشيد، فلما أدخل على الرشيد وطلب منه القضاء فرفض فأصر هارون، خاف منه ابن علية وولي له القضاء، فأنشد ابن المبارك رحمه الله تعالى: يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، أين رواياتك فيما مضى في ترك أبواب السلاطين؟ أين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين؟ تقول أكرهت فماذا كذا، زل حمار العلم في الطين. قد يتغير الإنسان في آرائه أو يعتذر عن شيء منه